سحب الجنسية المصرية من البلوجر أو صانع المحتوى المصري الأمريكي علي حسن. إيه اللي بيحصل؟ في خبر منتشر من امبارح بتاع سحب الجنسية عن 3 أشخاص منهم علي حسن. أنا كنت فاكر الموضوع هزار في الأول، ولكن الموضوع طلع بجد. في صانع محتوى مصري أمريكي اسمه علي حسن عايش هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتحق طبعا بالجيش الأمريكي من فترة مش قليلة. الراجل دوت ليه فيديوهات كتير وناس كتيرة بتتابعه في الفترة الحالية. نزل خبر يوم الخميس في الجريدة الرسمية المصرية بسحب الجنسية المصرية عنه. ليه؟ لأنه هو التحق بجيش جولة أجنبية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية. القصة ديت قصة أول مرة نسمعها، أنا شخصيا أول مرة أسمعها. في العديد من المصريين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ملتحقين بالجيش الأمريكي، وأول مرة نسمع إن بيتم سحب الجنسية الأمريكية بسبب الموضوع دوت. السؤال الأهم، إزاي هم اتأكدوا إن هو التحق الجيش الأمريكي؟ هل عندهم مستندات، ولا القصة كلها مرتبطة ان هو طلع قال ان هو ملتحق في الجيش الامريكي؟ يعني هل هو دليل كافي ان حد يطلع يقول ان هو التحق بالجيش الامريكي فيتم سحب الجنسية المصرية عنه، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ الموضوع دوت مهم جدا، لان في العديد من الناس بيدوروا ان هم يلتحقوا بالجيش الامريكي من المصريين هنا دلوقتي. فالناس لازم تخلي بالها، خصوصا لو هي عايزة تحتفظ بجنسيتها المصرية عشان ما تواجهش اي مشاكل بعد كده. شاركوا برأيكم على الموضوع. تحياتي الجميل وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.